ناس كتيرة فاكرة إن ضرر التدخين بيقف عند القلب والرئتين بس، لكن الحقيقة إن تأثيره واصل لابتسامتك كل يوم، من أول لون الأسنان لحد صحة اللثة. وهنا بقى المفاجأة، التدخين مش بس بيغير لون الأسنان، لكن في الحقيقة ممكن يخلي أسنانك تقع من غير ألم تقريبا. وهنا نسأل نفسنا سؤال: ليه المدخنين بيخسروا أسنانهم أسرع من غيرهم؟ أهلا بيكم، أنا دكتور أحمد أشرف البستار، أخصائي طب وجراحة الفم والأسنان. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. النيكوتين والقطران في السجاير بيعملوا تصبغات عميقة صعبة تتشال بالفرشة العادية، ومع الوقت التدخين بيزود تراكم الجير والبلاك اللي بيهاجم مينا الأسنان ويسبب التسوس. الخطر الأكبر بيظهر في اللثة، التدخين بيخلي الأوعية الدموية تنقبض وده يخلي الالتهاب يتقدم من غير ما يظهر النزيف، يعني ممكن اللثة تكون بتتدمر والمريض ما ياخدش باله غير لما يبتدي يفقد أسنانه. غير التصبغات والتسوس، التدخين بيعمل رائحة فم كريهة مزمنة وبيأخر التئام الجروح بعد الخلع أو أي جراحة بسيطة، وكمان بيسبب خطورة أعلى للإصابة بسرطان الفم. الخلاصة، التدخين بيأثر على كل جزء في الفم، مش مجرد لون الأسنان أو شكلها. إحنا بنتكلم عن أضرار بتوصل لفقدان الأسنان من غير ما تحس، رائحة فم كريهة، تسوس أسرع، ولسه بتضعف يوم ورا يوم. كل دي مشاكل بتحصل تدريجيا من غير ما تاخد بالك. ولو فكرت في الموضوع شوية هتلاقي إن تمن السجاير اللي بتدفع كل يوم ممكن يتوفر لصحتك وأسنانك على المدى البعيد. أنا مش بقول تبطل مرة واحدة، لأن ده صعب، لكن تقدر تبدأ بخطوة صغيرة، إنك تقلل تدريجيا وتهتم تنظيف أسنانك بشكل يومي وتراجع دكتور الأسنان بانتظام. ابتسامتك مش بس مجرد شكل، دي جزء من شخصيتك وثقتك في نفسك، عشان كده لازم تحافظ عليها. وكل محاولة للإقلاع عن التدخين أو حتى تقليله هتفرق معاك ومع ابتسامتك.